وانا ينفع اقول لكم هلا هلا؟ المنصورة يا احلى ناس في الدنيا، بلدكم حلوة والنيل بتاعكم قمر الدنيا. هلا هلا. لو زرتوا المنصورة كتير بس ما تعرفوش تاريخها وجمالها، تعالوا اقول لكم معلومات عن المنصورة اول مرة تعرفوا. كمان اعرفكم على احلى الاماكن اللي ممكن تخرجوا فيها، وناخد جولة في شوارعها الجميلة. وانتوا كنتوا تعرفوا ان المنصورة بلد اول مذيعة في التلفزيون، وهي همة مصطفى، واختاروها عشان تكون أول مذيعة وإعلامية في التلفزيون المصري، واللي تم تأسيسه عام 1960. المنصورة هي عاصمة الدقهلية، سميت بالمنصورة بعد النصر في معركة المنصورة التاريخية اللي حققه الشعب المصري على الحملة الصليبية السبعة قيادة لويس التاسع الفرنسي، اللي تم أسره شخصيا في دار ابن لقمان فور دخولهم المدينة. وقع المدينة في شرق الدلتا وشمال مصر، وبتطل على الضفة الشرقية لفرع دمياط نهر النيل، وبتواجه مدينة طلخة مباشرة، وبتبعد 120 كيلو من شمال شرق القاهرة. تفتكروا مين اللي أنشأ المنصورة؟ هو الملك الكامل محمد ابن الملك العادل من ملوك الدولة الأيوبية عام 616 هجرية 1219 ميلادية. كان يطلق عليها اسم جزيرة الورد لأنها محافظة محاطة بالمية من 3 جهات، وكان فيها أكبر حدائق ورد في مصر كلها. المنصورة اتعرفت بأنها مدينة الطب ومدينة الورد والموضة والجمال في مصر، طيبة أهلها وشهامتهم وكرمهم الكبير. بقى أعرفكم على معالم المنصورة. أول حاجة جامعة المنصورة، واللي تأسست سنة 1962، وحقيقي هي جامعة جميلة جدا. كمان حديقة شجرة الدر ودار ابن لقمان ومسجد النصر، حوار ونادي جزيرة الورد وقصر ثقافة المنصورة، كورنيش النيل ونادي النيل. ممكن تخرجوا وتاخدوا درينك وقت الغروب في تراس مركب براميزة وتدوقوا حلويات البارون، وكمان ممكن تشربوا قهوة من بن الغالي أو تفطروا في جاي. ممكن كمان تتغدوا في مطعم الصباحي أو المحمدي أو مطعم استكوز. من أشهر شوارع المنصورة شارع الجمهورية والمشاية السفلية، شارع الجيش وحي الجامعة، وده فيه كل المحلات اللبس والأكل ومول الجامعة وسينما كمان. شارع سكة الحديد اللي مليان بمحلات الذهب والملابس. نسيت أقول لكم على مسجد الموافي، واللي أسسه الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 583 هجرية. مشاهير وأعلام المنصورة الشيخ الشعراوي والعالم فاروق الباز وكوكب الشرق أم كلثوم، رياض السنباطي وكمال الشناوي والزعيم عادل إمام والشيخ سيد النقشبندي وعصام حجي وفاتن حمامة ومرتضى منصور وأنيس منصور ويحيى الفخراني ويونس شلبي. ما كانش ينفع نقول على الأماكن الحلوة بس، كان لازم نجربها. رحنا مطعم الصباحي في المنصورة وجربنا أكل هناك، فود بقى ومشويات. يا بختك يا أهل المنصورة. مجرد ما دخلنا المطعم استقبلونا استقبال سفارة والله، وجابوا لنا كمان ويلكم درينك وكان حلو قوي. جربنا من عنده الريش والكباب والحمام والورق عنب بالكوارع والملوخية، وبجد كان كلهم طعمهم تحفة. شربنا شاي وقلنا يلا بينا على براميزة اللي اتكلمنا عليها في أول الفيديو. بجد مكان حلو قوي من حضور الغروب او الفطار او كمان انتصاروا فيه بالليل. مكان على النيل وقعدته تحفه وحلوه قوي يا جماعه. حقيقي اهل المنصوره من اطيب واكرم ناس في مصر، الاصل الطيب حاضر دايما.